عمرك اشتغلت مع مدير حاسس إن الكرسي بتاعه ده كارنيه سحر، يبرر بيه أي حاجة، ينقل حد، يجمد حد، يفتح باب، يقفل باب، ولو سألت ليه يرد عليك الكلمة الجاهزة: عشان أنا المسؤول، الصلاحية عندي. أنا زتونة، ودي حلقة المنصب ما يديكش حق تلعب بصلاحيات الناس. الجزء الأول: حكاية محمود المدير، الصلاحية عندي. هحكي لك عن محمود. محمود مش اسم حقيقي، بس قصته حقيقية قوي. محمود كان شغال في شركة محترمة على الورق، هيكل وتنظيم وأنظمة ولوايح. جالهم مدير جديد جاي بلقب تقيل شوية، مدير قطاع كده من الآخر. أول شهرين الراجل كان هادي، بيتفرج، بيفهم الدنيا، وبعدين بدأ يطلع عدة المنصب، يغير مواعيد الناس من غير ما يرجع لحد، ينقل موظف من قسم لقسم كده، يلغي إيميل موافقة قديمة على بدل ويقول الوضع اتغير، يوقف أجازة حد قبل ما يسافر بيومين بحجة مصلحة الشغل. وفي كل مرة حد يسأله: هو القرار ده بناء على إيه؟ يعني فين النظام؟ فين السياسة؟ الإجابة الجاهزة: بصوا يا جماعة، أنا المسؤول الأول هنا، الصلاحية عندي. وكده الأنسب للمنشأة. كلمة الصلاحية عندي بقت شماعة، كلمة بتقفل أي نقاش وتعلق أي اعتراض. الجزء الثاني: أول خناقة محترمة. في يوم من الأيام محمود طلب أجازة، مقدم من بدري ومر بكل الخطوات، ومديره المداشر القديم كان موافق. جه المدير الجديد، بص في الطلب وكتب بكل بساطة: مرفوض حسب مصلحة العمل. راح له محمود: طب يا فندم، ممكن أفهم ليه؟ في مشروع شغال، في تسليم، في سبب. الراجل بص له كده من فوق لتحت وقال له: مش لازم تفهم كل حاجة يا محمود، أنا شايف إن ده الأنسب دلوقتي، وبعدين ده في نطاق صلاحياتي. محمود سأله بهدوء: طب فين ده في اللائحة؟ يعني النظام بيقول إيه؟ الراجل رد بنفس البرود: ما تقوليش نظام، أنا هنا أمثل النظام. الجملة دي بقى هي دي القصة كلها. مشكلتنا مش في وجود صلاحيات، مشكلتنا في مدير شايف نفسه هو القانون، مش واحد عنده أداة اسمها صلاحية يستخدمها في حدود. الجزء الثالث: الفرق بين الكرسي والصلاحية. بص يا صاحبي، ركز في الحتة دي. المنصب ده مكانك في الخريطة، مدير، مشرف، رئيس قسم، رئيس مجلس إدارة. الصلاحية دي المفاتيح اللي مسلمينها لك عشان تحقق هدف. الصلاحية مش لعبة، مش ملكية شخصية، مش حقن قوة كل ما تتضايق تدي منها لروحك جرعة. الصلاحية لازم يكون حواليها 3 حاجات: هدف واضح، ليه بتاخد القرار؟ عشان تحمي إيه؟ تصلح إيه؟ ولا بس عشان أنا مش مرتاح للشخص ده؟ توثيق واضح، مكتوب فين؟ إيميل، محضر اجتماع، نص لائحة، ولا كلام بيتقال في الكوريدور ويترجم لقرارات على مزاج المدير؟ مساءلة واضحة، لو القرار ده غلط مين يتحاسب؟ ولا هي لو نجح يبقى أنا، لو فشل يبقى الفريق؟ أول ما الصلاحية تطلع بره ال3 دواير دول، بتتحول من أداة إدارة لسلاح شخصي يتشهر في وش أي حد يعترض. الجزء الرابع: المدير الغير ناضج ما بيحبش الوضوح. ليه؟ عشان الوضوح بيجيب سؤال، والسؤال بيجيب ليه، وليه دي بتفتح باب المساءلة. علشان كده تسمعه دايما بيقول: أنا المسؤول، أنا شايف الصورة كاملة، كده النظام، من غير ما يوريك النظام فين. لكن لما تيجي تقوله: طب يا فندم، ممكن نكتب القرار ده في إيميل، نربطه بالمادة الفلانية، نوضح الأساس النظامي، ممكن القرار ده يكون مكتوب وممهور بموافقة، تلاقي وشه اتقلب. ليه؟ عشان أول ما يكتب هيتحاسب. عشان كده يحب يسيب كل حاجة شفهي. أنا قلتلك في التليفون، فاكر الاجتماع اللي فات؟ ده توجه الإدارة العليا. من الآخر، هو مش بيدير منظمة، هو بيدير هيبته. الجزء الخامس: الموظف بين الخضوع والوعي. انت كموظف قدام النموذج ده عندك طريقين: يا تستسلم وتتعامل مع الموضوع كأنه قدر، ما هو مدير يعمل اللي هو عايزه، وتعيش في مود تمام يا فندم اللي تشوفه. بس خلي بالك، السكوت هنا مش دايما حكمة، أحيانا بيحولك لأداة مش شريك. يا تفهم وتعي، تفهم يعني إيه حق، ويعني إيه إجراء داخلي، ويعني إيه نظام فوق الكل حتى فوق المدير، وتبتدي تسأل صح: ممكن نربط القرار ده بالمادة الفلانية؟ هل في تعميم مكتوب بكده؟ ممكن القرار ده يكون مكتوب وممهور بموافقة؟ مش عشان تعاند، بس عشان تخلي الصلاحية ترجع في مكانها الطبيعي، أداة مسؤولية مش وسيلة ضغط. الجزء السادس:
قصة تانية بس من ناحية الموارد البشرية. واحدة صاحبتي شغالة HR، تحكي لي وتقول يجيلنا مدير يقول عايز أنقل فلان لفرع بعيد عشان مش عاجبني أسلوبه. نقول له طب تقييم الأداء، إنذار مكتوب، جلسة توجيه رسمية؟ يقول يا جماعة ما تعقدوش الأمور، أنا مديره، الصلاحية عندي. وتكمل ولو حاولنا نقول لأ نطلع إحنا بنعطل الشغل، ولو وافقنا نكون إحنا جزء من لعبة الصلاحيات اللي بتأثر في حق الموظف. الموارد البشرية في المكان ده مش حارس على النظام، دي بقت ممر آمن للقرارات تعدي من غير ما حد يسأل ليه. الجزء السابع، إزاي نفرق بين الإدارة والعبث بالصلاحيات؟ في كم علامة لو شفتها اعرف إن في حاجة غلط. القرارات الكبيرة بتتاخد من غير ورق، نقل، تجميد، إلغاء ميزة، كل ده شفهي أو بمذكرة داخلية عامة ملهاش سند. كل حاجة تتبرر بيه أنا المسؤول، من غير ما تسمع كلمة حسب المادة كذا القرار ده هدفه 1 و2 و3. أي اعتراض يتفسر عدم احترام، مجرد ما تقول طب ليه يردوا أنت بتجادل كتير ليه، مش واثق في إدارة شركتك. مفيش مراجعة بعد القرار، حتى لو القرار بوظ الدنيا ولا حد رجع قال يمكن كنا غلطانين نصلح. إدارة حقيقية بتساوي صلاحية ووضوح ومراجعة. عبث بالصلاحيات بتساوي منصب ومزاج وغطى كلامي. الجزء الثامن والأخير، رسالة للإدارة ورسالة ليك أنت. للإدارة، لو أنت في موقع قرار اسأل نفسك أنا بستخدم الصلاحيات عشان أحقق هدف ولا عشان أثبت مين الكبير؟ لو شلنا اسمي من القرار يفضل منطقي ولا هو عايش بس على تقل المنصب؟ هل قراراتي قابلة للشرح ولا لازم تتنفذ عمياني؟ الصلاحية من غير مساءلة بتبقى سيف، وأول رقبة بيتلف حواليها بتكون سمعة المؤسسة مش بس الموظف. ليك أنت كموظف مش مطلوب منك تبقى ثوري ولا كل يوم تعمل خناقة في المكتب، بس مطلوب حاجة تانية أهم، تفهم حقوقك، تفرق بين إجراء ونظام، ما تنبهلش بالمسمى، اسأل عن الحدود. ولما تحس إن في استغلال على الأقل جوه نفسك ما تقولش هو عنده حق، قول هو عنده منصب بس اللي بيعمله غلط. الوعي أول خطوة قبل أي حركة، والحق اللي ما تبقاش فاهمه صعب تحميه. الخلاصة، المنصب مش تسريح لعب بمصير الناس، المنصب ما يديش حق يعبث بصلاحياته. الكرسي مش جايزة شخصية، الكرسي أمانة، والصلاحية عقد بينك وبين الناس قبل ما تكون ورق بينك وبين الشركة. قول لنفسك دايما سواء كنت موظف أو مدير، المنظمة ما بتقعش بس من قلة المدراء، المنظمة بتقع لما الصلاحيات تتحول من أداة إدارة لسلاح شخصي يتشهر في وش أي حد يعترض. أنا زتونة، ولو مديرك بيستخدم كلمة أنا المسؤول عشان يسكت العقل، افتكر الجملة دي، اللي واثق في قراره ما يخافش من سؤالك ليه.